عودة التصرف هيكون ازاي في المغرب؟ يا دكتور طارق ازاي حضرتك؟ اهلا بيك يا كريم، واهلا بكل مشاهديك الكرام. الله يخليك، احنا المره اللي فاتت انفردنا يعني بالكلام في الموضوع ده، موضوع نهضة بركان والازمه اللي قلنا حكينا تفاصيلها، ويعني كنا مستنيين بقى قرار الكاف، والنهارده نزل قرار كاف. حضرتك تشرح لنا بقى الوضع بالظبط دلوقتي. طبعا هو انسحاب فريق اتحاد العاصمه من المباراه اللي المفروض ان هي كانت مباراه على استاد سانكي جويه في الجزائر، لقاء الذهاب. كله اعتقد ان النتيجه ان اللي ما راحش او ما نزلش الملعب نهضة بركان، فهو اللي يبقى يعتبر انه منسحب من المباراه. لكن انا قلت لك اللائحه بالنص، ان هنا في اللائحه اللي انا ذكرتها بالنص ان موقف ان اي تيشيرت بالنسبه لاي فريق في اي بطوله، سواء بطوله مجمعه او بطوله في ادوار مختلفه زي دوري ابطال افريقيا او الكونفدراليه، بيكون الزي بالكامل معتمد من الاتحاد الافريقي، فلا يجب ان الزي ده يتغير. فطبعا من هذه الناحيه كان وضعيه نهضة بركان سليمه تماما، لان هو اللي احتجز التيشيرتات هو السلطات الجزائريه، وشرحت لك بالظبط ان هذا الامر غير مقبول بالنسبه للوائح. فطبعا كل اللي انا قلته، حتى قلت لك حتى في المداخله السابقه من 3 ايام تقريبا، قلت لك برضو ان النتيجه هتخلص 3-0. لان كان زمان ان الفريق اللي بيكون هو المتسبب في الغاء المباراه كان بتبقى النتيجه 2-0، لكن منذ حوالي 9 سنوات تعدلت النتيجه دي. عشان ايه؟ كانت 2-0 النتيجه ضيقه شويه، في فرق تقول لك ايه، طب انا انسحبت و2-0 ممكن يعوضهم، لا، بقت 3-0، بقت صعبه التعويض، وبالذات ان طبعا المباراه بيكون مثلا مباراه هتتلعب في ملعب الفريق الاخر، هتبقى صعبه جدا التعويض. فهذه النتيجه هي لمصلحه نهضة بركان. بعض الناس يا كابتن كريم يعني اتقال كده ان النتائج كلها بتاعت المشاحنات او القرارات المصيريه في بعض الحاجات الكرويه يعني على مستوى افريقيا كلها، لما طالما كان المغرب طرف فيها بتتعمل لصالح المغرب. هذا الامر غير صحيح، لان احنا ما بنتكلمش هنا ان دي المغرب ولا دي الجزائر، كلام لوائح، احنا بنتكلم على لائحه بحته. اللائحه بتقول ان المخطئ هنا كان مين؟ كان فريق اتحاد العاصمه، لان احتجزوا التيشيرت بتاع نهضة بركان. بالظبط كده. فهي القرارات اللي متناسقه مع بالظبط الاحداث اللي حصلت في الفتره اللي فاتت. مباراه العوده هتتلعب يوم الاحد عادي في المغرب؟ هتتلعب عادي بقى مباراه العوده، بس طبعا هتبقى متخيل بقى هتبقى صعبه المأموريه جدا جدا. 3-0 انت عايز تعوض 3 وبره ملعبك كمان. فطبعا موضوع صعب جدا. لكن في كل الاحوال هو يعني خلي بالك برضو على المستوى الفني كان فريق نهضة بركان هو اللي كفته ارجح على ضوء يعني المستوى اللي قدمه طوال البطوله. اتحاد العاصمه ما تعرفش يا دكتور طارق يعني ايه، يعني ممكن تعمل البطوله كلها كويس وتيجي في قبل النهائي تخسر او ما يعني مظبوط. كلامك مظبوط، يعني ممكن كل شيء يحصل. لكن انا بتكلم بشكل عام، يعني انا شخصيا كنت متوقع من يعني اللقاء دوت اللي هو بين نهضة بركان واتحاد العاصمه ان كفه نهضة بركان هتكون ارجح شويه، وبالذات على فكره ان هم تاريخهم في هذه البطوله الكونفدراليه افضل. وفاكرين كلنا وصلوا النهائي قدام الزمالك لو تفتكر 2019 وخسروا بركلات الترجيح، ولكن السنه التاليه امام بيراميدز كسبوا البطوله في السنه التاليه. يعني ليهم برضو 3 مرات وصول نهائي وليهم خبرات اكبر شويه في الكونفدراليه. طيب دلوقتي يعني عشان اتحاد الجزائر خلاص كده اعتبر اللي هو مهزوم 3-0، عشان اتحاد الجزائر يصعد لازم يكسب 4-0 في المغرب في مباراة العودة. بس المباراة هتقام والفريق الجزائري يعني متقبل العقوبة وهيسافر المغرب ولا ما عندكش معلومات؟ لا لسه طبعا ما طلعتش بعض ردود الافعال، لكن طبعا انا عايز اقول لك ان مش اتحاد العاصمه نفسه السبب في هذه الامور، السلطات الجزائريه، ولكن السلطات الجزائريه هي اللي منعت دخول التيشيرتات بلا مبرر. وبعدين برضو عايز اقول لك على حاجه، دايما في كره القدم كده ذكاء في التعامل مع الاحداث. هم زي ما تقول عارفين قصه الخريطه واللي انا شرحتها في المداخله اللي فاتت، فراحوا باعتين التيشيرتات. هو في حد في الدنيا
بيبعت تيشيرتات قبل اللعيبه نفسهم. يعني هم فريق نهضة بركان بعت التيشيرتات قبل ما الفرقه توصل يعني؟ بالظبط. قبل ما الفرقه توصل، فزي ما تقول هم حاسين ان الموقف هيكون. انا سمعت برضو ان كان في ماتش كره يد امبارح باين ما بين الجزائر والمغرب، وبرضو منتخب الجزائر انسحب حاجه زي كده، يعني قريت حاجه كده بس مش متاكد منها. في كره اليد برضو. ما هو بص، المشاحنات مستمره من فتره طويله. يعني انا يمكن وصفت لك ان في بعض الاجتماعات كان مندوب احد الدولتين ممكن لو حصل ان الخريطه دي بدل الخريطه دي يروح منسحب من الاجتماع. يعني حتى الاجتماع اللي هو المفروض ان فيه ناس علاقات وديه، فهي لازم يعني يوجد حل لهذه المشكله، عشان ممكن دي تتسبب في المستقبل كمان بعد الواقعه ديت في احداث مشابهه كتير. فلازم وجود حل سياسي مش رياضي. لا الرياضه نفسها لا، ياما الفرق الجزائريه لعبت مع الفرق المغربيه وشوف مباريات على مستوى عالي جدا. اتمنى المشكله دي تتحل، يعني الدولتين دولتين كبار، ويعني ما تبقاش مشكله. انا شخصيا اتمنى ان المشكله دي تتحل، لان بس هي معقده ان المغرب مش هيغير الخريطه بتاعته او يعني صوره الخريطه او شكل الخريطه. لابد من الجزائر مش متقبله او مش معترفه بالخريطه دي. ما لابد من حلول سياسيه جذريه لهذه القضيه. احنا دايما بنتكلم اللقاءات